واش عمرك شفتي هدف ساهل بزاف وقلتي كيفاش ما دخلش وحسيتي باللي شي حاجه مشات غلطه، وفي نفس الوقت شفتي هدف صعيب بزاف وقلتي هذا خيالي وما تفهمتيش كيفاش تسجل؟ المشكل هو انك كتحكم غير بالاحساس، ولكن الكره الحديثه ولات كتقاس بالارقام دقيقا. هنا كيدخل مفهوم جديد وقوي سميتو XG، وهو اللي غيبدل نظرتك للكره كامله. XG يعني Expected Goals، وببساطة كيقول لك شحال كانت فرصة التسجيل قريبة الدخل. مثلا إلى تسديدة جات من قرب المرمى وما كاينش دفاع، فهذه فرصة سهلة بنسبة كبيرة. هاد النوع د الفرص كيكون عنده XG كبير، حيث نسبة التسجيل كتكون عالية بزاف. ولكن إلى تسديدة جات من بعيد والدفاع ضاغط، فهذه فرصة صعيبة بزاف. في هذه الحالة XG كيكون صغير حيث نسبة التسجيل ضعيفة، وهذا الشيء منطقي جدا. دابا خاصك تفهم واحد الحقيقة، ماشي كل تسديدة عندها نفس القيمة في التحليل. يقدر اللاعب يسجل 2 الأهداف، ولكن في الواقع XG ديالو كان ضعيف بزاف. ويقدر لاعب آخر ما يسجل حتى والو، ولكن XG ديالو كان كبير بزاف. هادشي كيعني باللي واحد كان كيسجل من فرص صعاب والآخر كيضيع فرص سهلة. هنا XG كيبان قيمته، حيث كيكشف ليك شنو وقع فعلا، ماشي غير شنو بان ليك. XG ما كيقول ليكش غير شكون سجل، ولكن كيقول ليك شكون خصو يسجل. وهذا هو السر في التحليل الحديث بين لاعب كيبان زوين ولاعب فعلا مؤثر. الأندية الكبار في العالم دابا ولات كتعتمد على XG باش تفهم اللعب مزيان، حيث الأهداف تقدر تكذب، ولكن الأرقام في الغالب كتعطي حقيقة. دابا سول راسك، إلى لاعب كيسجل بزاف و XG ديالو ضعيف، واش غيبقى نفس المستوى؟ في الحلقة الجاية غتفهم شنو هو XA وكيفاش كيكشف شكون كيصنع الفرص.